هكمل كلامي النهاردة ونعتبر دوت الجزء الثاني من كلامي عن التسعير في مهنة الطب والتسعير في الحقن المجهري بالذات، وليه تكلفة الحقن المجهري دايما بتبقى غالية. هكمل الأول كلمتين على مسألة التسعير. ليه دكتور ممكن ياخد في العملية 300,000 جنيه ودكتور تاني ممكن ياخد 30,000 جنيه؟ ده في العمليات الجراحية أو عمليات المناظير أو قلنا في الفيديو السابق إن إحنا عندنا نايب، عندنا أخصائي، عندنا استشاري، وبعدين عندنا استشاري خبرة في المجال أكتر من 10-15 سنة، كمان بيشتغل سب سبيشاليتي. يعني مثلا في حد بيشتغل الحتة دي بالذات، حته مثلا مناظير الرحم. كل دكاتره النساء بيشتغلوا مناظير الرحم، بس في حد شاطر قوي في الحته دي بالذات وبيشتغل مناظير الرحم بالذات اكثر مهاره من اي حد من زمايله، او هم مجموعه قليله اللي بيجيدوا الحته دي. انا بضرب مثال في منظار الرحم مثلا يعني. فالدكتور دوت غالبا هيبقى ده عدى مرحله النايب والاخصائي والاستشاري، وكمان بقى استشاري في تخصص دقيق، فبقى عنده سكيلز او مهارات في التخصص دوت. طيب ده من حقه يطلب اي ارقام علشان كذا حاجه. اولا عشان يدي فرصه للناس التانية تشتغل، ثانيا علشان الخبره والعلم والمجهود والدراسه والدورات والتدريبات والسفر دي بفلوس. القصه مش قصه فلوس ان هو هيشتغل المنظار دوت في ربع ساعه او تلت ساعه، لا، القصه انه عشان يشتغل المنظار دوت في ربع ساعه او تلت ساعه فهو بقاله 25 سنه بيتعلم كل يوم ازاي يشتغل المنظار دوت. وقبل كده كان بيشتغلوا في ساعه ونص، وبعدين بقى يشتغلوا في ساعه، وبعدين بقى يشتغلوا في ساعه الا ربع، لحد ما وصل ان هو يشتغلوا في تلت ساعه. فهو الفلوس تمن العلم وتمن الخبره وتمن المهاره وتمن الوقت بتاع الراجل اللي بيملك الكلام ده كله. هل التسعير عادل؟ الحقيقه هو التسعير في اي حته مش عادل. يعني ممكن نلاقي دكتور بتتوافر فيه كل الحاجات اللي انا قلتها ديت، استشاري في تخصص دقيق وبيجيده جدا اكثر من اي حد. بص تلاقي حد صغير جدا مهارته قليله، خبرته مش عاليه، بيطلب ارقام اكتر منه، والناس بتروح له اكتر من الراجل الاستشاري اللي بقاله 25 سنه شغال. وده ليه؟ لان مساله عرض وطلب. سوق الطبي بيخضع لقواعد العرض والطلب زيه زي اي سوق، بغض النظر عن الحته الانسانيه وبغض النظر عن ظروف المريض. دي حاجات تقديريه بترجع بيرسونال، يعني بترجع للشخص نفسه بيقدرها ازاي ويقدر يعملها فين. هل يقدر يعملها في مستشفى حكومي؟ هل يقدر يعملها في مستشفى خاص بس يعني مش عاليه قوي؟ هل لازم يعملها في مستشفى فيها تجهيزات ضخمه جدا؟ بتختلف. والتسعير في الحقن المجهري بالذات للاسف، حتى قواعد العرض والطلب لو وصلنا لاقل درجات العرض والطلب في الحقن المجهري، لازم الحقن المجهري يكون اسعاره عاليه جدا. ليه؟ لان الحقن المجهري عباره عن خطوات صغيره ومراحل صغيره بتتركب على بعضها علشان في الاخر تدي لك عمليه الحقن المجهري. الخطوات دي من ضمنها الحقن بتاعه التنشيط، من ضمنها تجهيز المريضه بادويه معينه قبل التنشيط، من ضمنها المستهلكات اللي بنستخدمها في العمليه. حقن التنشيط ممكن مريضه تاخد حقن ب 20,000 جنيه، وممكن مريضه تاخد حقن ب 40,000 جنيه. المستهلكات جوه العمليات، في مريضه ممكن تستهلك مستهلكات ب5-6,000 جنيه، وفي مريضه ممكن تستهلك مستهلكات ب16-17-18,000 جنيه. الادويه اللي بتحتاجها بعد العمليه مش كل الناس زي بعضها. جوه العمليه او جوه المعمل او جوه المركز بتاع الحقن المجهري في اجور للمعمل، وفي اجور للتشغيل، وفي اجور للحضانات المستخدمه، وفي اجور للميديا، وفي ابره السحب، وفي قسطره النقل. واحيانا بنحتاج اكتر من ابره سحب، واحيانا بنحتاج اكتر من قسطره نقل. مش كل الحالات بينفع نسحبها بسهوله، في حالات لها تكنيكس معينه في السحب ممكن ما تحتاجهاش كل الحالات، تحتاجها حالات معينه. فالبيز بتاع الحقن المجهري للاسف مهما اختلفنا في التسعير لازم بيكون عالي جدا، لان كل الحاجات اللي انا بقولها دي حاجات مستورده وبيتم استيرادها من خارج مصر. ونامل ان احنا قريب ينفع ننتج الحاجات دي، لان احنا للاسف كلها بالكامل مستورده من خارج مصر وخاضعه للتغيرات بتاعه الدولار والتغيرات الاقتصاديه وما الى ذلك. خطوه كمان من ضمن الخطوات اللي هي دكتور الذكوره ومعمل الذكوره. دكتور الذكوره ومعمل الذكوره ممكن ياخدوا عينه واحده يشتغلوا بيها، وممكن ياخدوا اكثر من عينه، وممكن يعملوا فتح للخصيه، وممكن يعملوا سحب بالابره، وممكن يجهزوا المريض، وممكن يسحبوا ويضطروا يسحبوا تاني. فالتكلفه للاسف ما بتبقاش ثابته ولا محدوده، ولا يعني لازم تكون متغيره من حاله لحاله. وبرضو للاسف زي ما قلت، حتى البيز وحتى اقل الحالات اللي خدت اقل علاج واقل مستهلكات واقل مجهود في المعمل واقل تعامل مع الاستاف والزملاء، فدي برضو بتبقى غاليه علشان خاطر مساله الاستيراد اللي اتكلمنا عليها. مسألة ان احنا نعمل الحقن المجهري وما يحصلش نصيب ونضطر ان احنا عايزين نعيده تاني، في الحقيقة لو المريضة عندها عدد كافي من الأجنة فاحنا بنقدر ننقل الأجنة عادي بعد شوية بتكلفة قليلة جدا، ما تجيش خمس او سدس التكلفه اللي احنا استخدمناها اول مره، لان احنا بالفعل عدينا مرحله التنشيط، عدينا مرحله التجهيز، عدينا مرحله سحب البويضات، عدينا مرحله التلقيح والاخصاب في المعمل،
عدينا مرحله الاجنه اللي اوريدي اتكونت، وصلت يوم ثالث او خامس، وهننط ده كله وندخل على مرحله النقل على طول. هنجهز المريضه بتاعتنا باقراص قليله وبعدين ندخل على مرحله النقل على طول. فالمراحل اللي احنا عديناها دي كلها لما نيجي ننقل اجنه مجمده، المراحل دي كانت برقم، فاحنا هنستغنى عن الرقم ده كله ونخش على تكلفه تجهيز المريضه نقل الاجنه على طول باذن الله. احنا بنحاول ان احنا في مصر يبقى عندنا شركات تعمل كل الحاجات ديت بشكل محلي او بشكل عندنا هنا في مصر، واحنا لو عملناها هنقدر كمان نصدرها لبره. طبعا ده مش شغلي، ده شغل الهندسه الطبيه، ولكن يعني احيانا بنشوف مشاريع كده وربنا يكرم ان شاء الله وتكلل بالنجاح. وانتظروني لسه هتكلم في حاجات تانية تخص التسعير بتاع الحقن المجهري والتسعير بتاع الخدمه الطبيه عموما.